اهلا يا دكتوره منى. اهلا بروفيسور جورج. النهارده عندنا حلقه جديده اسمها انا ومشاعري. ايوه، وزي ما احنا اتعودنا دايما بنبدا بحكايه. هنبدا بحدوته. عندك حدوته؟ عندي حدوته سالي. اتفضلي. طيب، احنا هنبدا مع سالي. سالي ماما راحتها تاخدها من المدرسه زي كل يوم، فماما وقفت وسالي ركبت. ماما لاحظت ان سالي ما اتكلمتش حاجه خالص، ولا قالتلهاش ازيك يا ماما زي العاده، ولا عامله ايه، ولا اي تفاعل ابدا. وبصت لقيت ان سالي شكلها مكشر، بصل تحت، بتجرجر في نفسها. فقالت لها ايه اخبار يومك؟ سالي قالت لها ولا حاجه، مفيش، عادي. الكلمه اللي كل الناس كلها بتسمعها مفيش وعادي. فماما بدأت تلاحظ لا ان دي مش طبيعة سالي. سالي عادة بتبقى مليانة طاقة، بتتكلم، بتفتح مواضيع، تقول لها شفتي حصل ايه النهاردة، تبدأ تقول حاجات من يومها. فماما بدأت تخش في العالم بتاعها برضو شوية، فكرة ان هو احنا ورانا حاجات كتير في البيت، طيب هبص عليها بعدين، طب اسألها بعدين. بعد كده برضو ماما وصلت البيت وهي طالعة على السلم، بصت لقيت ان سالي بتجرجر شنطتها وماشية بالراحة وايديها مدلدلة، وزي ما تكون هي نفسها بتجرجر نفسها. بس هي ماما دي شاطرة، انا عاجبني قوي ان هي بتلاحظ. كتير مننا بنرجع من الشغل بنجيب الاولاد من المدرسة، بنفكر في الطبيخ والغسيل والمذاكرة واللي ورايا وتعبانة. فاللي عجبني لغاية دلوقتي ان ماما بتلاحظ، وده مهم. احنا مهم نشوف الاولاد ونشوفهم فعلا، نشوف ايه اللي بيحصل معاهم ونراقبهم ونلاحظهم. زي ما مهم ان احنا نسمع الكلام اللي بيتقال، مهم ان انا اشوف واخد بالي من الحاجات، والملاحظات هي اللي بنبني عليها بعدين. ماما حاولت تسأل سالي تاني ايه اللي بيحصل، سالي قالت لها مفيش. فماما بقت ما بين رأيين، انا وراي حاجات كتير وعندنا العشاء والمذاكرة واخواتها وبقيت الواجب ألف حاجة تتعمل، وبقيت شغل ماما اللي محتاج يتعمل والايميلات وألف حاجة تانية ممكن تتعمل، وما بين ان هي حاسة ان سالي مش طبيعتها. بس اسهل حاجة ان ماما تسيب سالي تتصرف مع نفسها. عادة الامهات قلبهم بياكلهم في الحتة دي. طيب يعني والابهات كمان، الام والاب بيبقوا عايزين يصلحوا. انا عايزة اعرف ايه اصل المشكلة علشان اقول لك الحل، اساعدك، اطلعك من الحالة اللي انت فيها دي. اي بس الصعوبة هنا ان سالي مش عاطية ماما اي فرصة انها تخش جواها او تفهم. عادي، مفيش، ما حصلش حاجة. ودي حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة، فكرة انا ومشاعري. ليه احنا كثقافة ما بنتكلمش عن المشاعر؟ ليه عندنا صعوبات في التعبير عن المشاعر؟ ودي حاجة أنا يمكن بكررها كتير جدا كل يوم في العيادة، فكرة إن إحنا كثقافة ما بنتكلمش عن المشاعر، ما بنعبرش عنها. فأنت بتشوف إن ده بيؤدي لتحديات كتيرة قوي. بس هي دي ليها كذا جانب. جانب اللي انتي اتكلمتي عليه دلوقتي، ان الثقافة بتاعتنا ما بتشجعناش عن التعبير عن المشاعر، خصوصا الأولاد والرجالة. انت راجل، انت ولد، ما تعيطش، ما تبكيش، والبنات ما تشتكيش، كفاية شكوى، ما تبقيش شكاية، أو خلاص بقى الموضوع مش مستاهل. بالظبط. فاللي بيحصل ان احنا ما بنتكلمش عنها سواء بطريقه مباشره او غير مباشره. يعني بطريقه مباشره ان احنا ما بنقعدش نحكي مشاعرنا شكلها عامل ازاي وده معناه ايه، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. بس احنا عندنا مشكله تانية. انا كبني ادم الغريب قوي في التكوين النفسي والبيولوجي بتاعي، كتير قوي ما بفهمش مشاعري. صح. يعني من الملاحظات الغريبه قوي ان انا ما بقاش عارف انا نعسان ولا لا الا لو بدات اتاوب. اول ما اتاوب اقول ايه، الظاهر ان انا نعسان. مش عارف انا جعان ولا لا الا لو بطني بدات تعمل اصوات، ودي علامات.
دي علامات، بس الغريب كويس انك بتلاحظ العلامات بالظبط، بس محتاجين نبني على ده، محتاجين نلاحظ اكتر. فانا محتاج علامات، محتاج حاجات خارجيه وداخليه تساعدني ان انا افهم مشاعري. النقطه كمان اللي انا عايزه اقولها هي فكره ان هو احنا كنا بنتكلم عن تكوين العقل والمراكز اللي في العقل، وان كل حاجه بنعيشها او بنمر بيها بتشكل في تجاربنا أكيد. وتكوين عقلنا. أكيد. في مراكز في العقل ليها علاقه بالمشاعر والذكريات وترتيب المشاعر، ده الليمبيك سيستم. او احنا دلوقتي عندنا الموديل بتاع المخ. ايوه. وده مثال للمخ، حاول اجيبه كله على بعضه. فاحنا عندنا الفص اليمين والفص الشمال، لكن احنا لو فتحنا جوه العقل جوه خالص في عمق العقل هنلاقي جزء هنا اسمه الليمبيك سيستم. والليمبيك سيستم ده ما هواش حاجة واحدة، الليمبيك سيستم ده فيه أجزاء كتير من غير ما نخش في تفاصيل علمية كتير، في الماميلري بادي، في الفورنكس، لكن الفكرة ان هو معقد وبياخد تفاصيل من أجزاء كتير من المخ، وبياخد التفاصيل ديت ويشاركها مع أجزاء تانية من المخ زي الفرونتال كورتكس والبري فرونتال كورتكس اللي فيها تفاصيل كتير. فإن أنا أجمع كل الأشياء دي على بعض عشان أفهم مشاعري ده صعب. وعشان أمرن الأولاد إزاي يفهموا مشاعرهم ويعبروا عنها، دي برضو من المهارات اللي محتاجة تمرين، فمحتاجة إن احنا نعيشها في حياتنا. بالظبط. ولما بنقول للأولاد لا خلاص الموضوع مش مستاهل أو يلا مش مهم، أنا ما بديلوش فرصة يفهم مشاعره ويقدر يعبر عنها. والأكتر من كده لما بنلخبط أولادنا إن إحنا بنحاول نفسر مشاعرهم من غير ما نفهمها. من الحاجات المشهورة قوي، بنتي بتقول أنا جعانة، أروح باصص لها وأقول لها لا انت مش جعانه، احنا كلنا من شويه، انت شكلك زهقانه. فبنتي اصبحت مش عارفه هو انا جعانه ولا انا او الدنيا حر. لا مش حر، ده انا سعان. بس انا حران. بس انا سعان. طب زي ما انت هتحس بايه لو حد عمل فيك كده؟ بالظبط، احس ان انا frustrated، انت مش انا، انت مش فاهم اللي انا فيه، انت بتحاول تفرض عليا مشاعر او كمان تشك في نفسك. بالظبط. ولما بتشك في نفسك بيبدأ معرفتك بالمشاعر ما بتتكونش صح، وهبطل اعبر عن مشاعري. طيب احنا كنا بنتكلم ان المشاعر ساعات بنستقبلها بطريقه غلط، بس المشاعر ممكن تكون كويسه وممكن تكون مش كويسه، لكن كل المشاعر مفيده. هي فكره كويسه ومش كويسه، كل المشاعر ربنا خلقها لسبب. اكيد. ودايما احنا بس عشان حياتنا بقت مشغوله قوي وعايزين كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، وعايز تنقل على اللي بعده واللي بعده واللي بعده، ودايما في مشكله جديده انت بتحاول تحلها او تشتغل عليها، ما بقيناش بنقف ونسمع مشاعرنا عايزه تقول لنا ايه. بالظبط. وده اتكلمنا قبل كده على عجله الوعي وازاي ابقى انا داري بنفسي. لو احنا فهمنا كل مشاعر على اختلافها، سواء فرح، حزن، خوف، عار او خجل، وعرفنا المشاعر دي عايزه تقول لنا ايه، هنقدر نستغلها. لا احنا هنغرق فيها ولا هنتجاهلها. ده الحلو، ان احنا نعرف ازاي نعمل توازن في مشاعرنا، لا نغرق فيها وتبقى مسيطره علينا، ولا نتجاهلها وتبقى مشاعرنا زي الصحراء اللي ما فيهاش اي مشاعر. الاستراتيجيه بتاعت النهارده حاجه احنا كنا قلنا عليها قبل كده، بس احنا ما شرحناهاش المره اللي فاتت، فانا حابه ان احنا نشرحها بالتفصيل، عن طريق كمان ان احنا نستعمل جزء من المشاعر حوالي 7 مشاعر ونبدا نستعرضهم مع بعض. الاستراتيجيه دي كان اسمها سميها وسيطر عليها. فاحنا هنساعد اولادنا ان يعرفوا مشاعرهم ويسموها عشان يقدروا يسيطروا عليها. فعندنا 7 مشاعر هنتكلم فيهم، بس في الحقيقه المشاعر اكتر من كده بكتير. هم كتير قوي، ما نقدرش نعدهم، لان في ناس بتعبر عنهم كمان بطرق مختلفه، وكمان المشاعر ممكن تكون مختلطه. صح. لكن احنا هنحاول نوضح الامور وبسطها، ان احنا نركز على 7 مشاعر رئيسيه، وبعدين الناس تقدر تبني ومع عليها. الوقت ممكن نضيف عليهم شخصيات تانية، بس احنا يهمنا ان دول رئيسيين، الناس تفهم العلامات. زي لما بتاوب بقول انا عايزه انام، ابدا كمان افهم ايه العلامات او الاشارات اللي بتيجي من جوه جسمي، او الافكار اللي بتيجي على عقلي اللي بتصاحب كل واحده من المشاعر دول. فاحنا هنحاول في ال7 مشاعر
كل واحدة منهم نشرح شكل الجسم ايه، الافكار اللي بتيجي شكلها ايه، المشاعر شكلها ايه، والسلوك ممكن يبقى شكله ايه. طيب هنبدأ بالفرح. حلو قوي نبدأ بالفرح. شكل الجسم يبقى ايه؟ مليان طاقة، والعينين ومفتوح. جميل. والعينين مفتوحة منورة. الوش مشرق. صح. الايدين بتتحرك كتير، عايز اعمل حاجات كتير. وعقلي مليان افكار ومليان مشاريع ومليان وحاسس انه يقدر يعمل الحاجة. فاحنا سمينا الفرح بو، وهنديله لون اصفر زي البنانة كده. زي البنانة. بفكر ان انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي. ايه ميزة الفرح؟ ميزة الفرح ان انا مبسوط باللي انا عملته، وده يساعدني ان انا اعمله تاني. بيديك طاقة، بيديني طاقة ايجابية، فده طبعا ممتاز. حسسني بنفسي، بكياني، كل ده حلو. ايه مشكلة الفرح؟ لو زاد عن حده انا ممكن ابدا اعتقد ان انا هعمل حاجات ما اقدرش اعملها. ممكن كمان ابدا اتعدى حدودي مع الناس، ابدا ابقى فرحان زياده، اقول كلام ما يصحش اقوله، ابدا اغلس على الناس، حاسس الناس كلها في نفس الفرح معايا، فالناس ممكن تتضايق مني. ما اقدرش الخطط والمطلوب مني بطريقه تناسب الوقت وقدراتي. بالظبط. يعني فممكن يخدعني شويه ان انا اقدر اعمل حاجه ممكن تكون حتى في محدوديات في حاجات تانية. وعكس الفرح الحزن. واحنا في الكروت اللي عملناها عطينا الحزن سميناه ايه؟ سحابة. وعملنا له لون ازرق. بس السحابة ودي حاجة انا نفسي اركز عليها. كلنا لما بنخش في مرحلة حزن للاسف بنفتكر الدنيا هتستمر كده. كلنا لما بيحصل لنا اي نوع من انواع المشاعر بتبقى متخيلين ان المشاعر دي دائمة، وخصوصا الاطفال الصغيرين لما بيبقوا زعلانين او فرحانين بيبقوا متخيلين ان انا هفضل كده على طول. والكبار برضو لما ببقى حزنان او حزين بحس ان الحزن ده هيستمر على طول. بس كنا عملناه سحابة، لان السحابة الغامقة لما بتيجي فوقينا بنشعر بالحزن والرهبة، لكن لازم نفتكر ان السحابة دي هتمشي زي كل المشاعر التانية. المشاعر واحدة من طبيعتها الأساسية إن هي متغيرة، وبتبقى أحيانا عاملة زي الموجة بتعلى وبتفضل عالية فترة وبعد كده بترجع تنزل تاني أو تتلاشى. شكل الجسم يبقى إيه؟ واحنا زعلانين بيبقى جسمنا تقيل، بتبقى عادة إيدينا نازلة تحت لأن تقيلة مش عارفة أشيلها. ببقى بمشي بالراحة وبجرجر رجلي على الأرض، ببقى بصة لتحت عادة مش بصة لفوق أو بصة قدامي. بيبقى وشي يعني مش ما فيهوش نفس اللمعة والإشراق اللي بيكون مع الفرح. والطاقة مسحوبة. طيب إيه فايدة الحزن؟ هو الحزن عبارة عن فقدان شيء، إحساس بالفقد. أوكي. فلما أنا بحزن عن شيء ده بيساعدني ان انا افكر ازاي احافظ على الاشياء الاخرى. هي دي الفكره، ما يستمرش الفقدان. على قد ما الحزن احساس مؤلم والناس بتحاول تهرب منه وتجري بعيد عنه، على قد ما احنا لو فهمنا الرساله اللي ربنا خلق الحزن علشانها هنقدر نقدر قد ايه لو فقدنا شخص احنا محتاجين نشتغل على بقيه العلاقات التانية، او ازاي نعوض الفقدان دوت، او لو خسرت حاجه ازاي ابدا اراجع ممتلكاتي تاني واقدر الحاجات اللي عندي بطريقه سويه. خلينا نقل على حاجة تانية معظمنا ما بيحبهاش. الغضب. والكبار بيغضبوا والأطفال كمان بيغضبوا. الغضب شكل جسمي ايه؟ مشدود. عادة ايدي بتبقى بالظبط مستعدة اتخانق. والكتاف مشدودة لأن كل العضلات. وعادة أنا لما ببقى غضبانة، ودي نقطة كمان أنا حابة أن الناس تعرفها، إن إحنا يمكن بنختبر المشاعر في لحد كبير، حاجات كتيرة قوي مشتركة ما بيننا، بس لحد كبير كل واحد فينا بيختبرها بطريقته الخاصة. يعني حتى الحاجات اللي إحنا بنقولها حاجات مشتركة ما بين معظم الناس، بس مش كل الناس بتختبر المشاعر بنفس الطريقة. ومع إني أنا واحدة من الناس كنت بتتكلم عن المشاعر وبدرسها للعيانين بتوعي أو في العيادة بصفة دايمة، علشان دي من الحاجات الملكات المهمة جدا بالنسبة لنا. أنا أخدت سنين عشان أفهم إن في فرق لما السخونة بتطلع لفوق ده غضب، لما أحس إن أنا بدأ جسمي يسخن والحرارة تزيد ده غضب. فالغضب بيبقى معاه حرارة،
بيبقى معاه زي طاقة كتيرة جواك. ودي تانية واحدة من الحاجات اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها من نفسنا. انا نفسي ابقى واعية ايه اللي بيحصل معايا بالظبط. بس الغريب جدا واللي هنقوله للناس النهارده، كلنا بنتفادى الغضب وبنقول الغضب شيء وحش، بس الغضب ليه فوائد. لو غضبت بطريقة صحيحة بدون ما اجرح من قدامي او اضايق نفسي، الغضب يساعدني انا افهم ايه اللي بيزعلني وايه اللي بيغضبني، وافهم عيالي ايه اللي بيخليهم يغضبوا، ويفهم اللي قدامك انه محتاج يصلح معاك. بالظبط بالظبط. تعالي ننقل على حاجة تانية، الخجل من الحاجات اللي معلش هاخد منها هاخد وقت شوية، لان هنرجع نزورها في حاجات تانية كتير قدام. اوكي. لما حد بيبقى خجلان مهم قوي، لان دي واحدة من الحاجات اللي انا يهمني قوي ان الاهل يبدأوا يلاحظوها في اولادهم. لما تبدأ عيني تنزل تحت وفي الجنب وجسمي يكش، ده معناه ان انا بدأت اتراجع، يعني بدأت احس ان في فجوة كمان في العلاقة. والخجل من المشاعر اللي موجودة علشان تحافظ على قدرتنا على العلاقات الاجتماعية. فمعنى ان انا خجلان من نفسي، في خجل صحي ومهم، وفي خجل تاني بيبقى سام، بيبقى صعب. فمهم قوي ان الاهل يبداوا يشوفوا الخجل في اولادهم وفي الناس اللي حواليهم، مش عشان انا عايزاه يبقى مكسوف من نفسه، علشان انا عايزاه لما يوصل للنقطه دي ابقى انا كمان عارفه ان انا محتاجه اصلح. بس ايه رايك في الاهالي اللي بيشوفوا اولادهم خجلانين ويبداوا يعتذروا للناس اللي قدامه، لما اصلا انا ابني بيكسف، اصلا معلش هو بيكسف، ويبدا الابن يستخبى ورا امه ورا ابوه؟ كل حاجه بتوازن مهم. ان هو لو هو بيتكسف ده معناه ان هو محتاج تمرين على مهارات معينه، فدي فرصه ان انا تاني اتعرف الخلل فين عشان ابدا اشتغل عليه. تعالي ننقل على الحب. اولادنا بيمروا بمراحل بيبقوا حبوبين قوي، اوكي، وعايزين يحضنونا وعايزين يبوسونا كتير، وبابا ماما انا بحبك قوي. وشكل الواحد لما يكون طفل بيكون بيحب حد تاني بيبقى شكله ايه؟ بيبقى حبوب، بيبقى تاتشي يلمس الناس كتير، بيبقى فرحان قوي، بيبقى ريلاكست، عايز يضحك، عايز يبتسم، عايز يعبر عن مشاعره بسهولة، بيكلم كتير. بس في حاجة تانية وين شعور أخراني يمكن وأنا كونفيوزد، متلخبط، وده مش عارف أنا شاعر بإيه، مش عارف اللي بيحصل حواليا إيه، أنا صح ولا غلط، أو عندك كذا مشاعر مع بعض، أو مش عارف المفروض تحس بإيه، وتفتكر ده بيبقى شكله عامل إزاي في وشنا، أو معظم الناس بتختبره إزاي. متهيألي عيني رايحة جاية، حلوة دي، وشي مش قادر يعبر عن مشاعر معينة، أفكاري متلخبطة. واحدة من الحاجات اللي بتخلي عينينا راحة جاية ان انا كمان بحاول اشوف الوشوش اللي حواليا بتقول بتفكر ازاي. انا كمان محتاج الاقي حد يقول لي احس بايه او ايه اللي بيحصل. ومشاعري انا مش فاهم مشاعري ومش فاهم افكاري، عشان كده في الكاركتر اللي احنا عاملينه هتلاقيه مالتي كولرز، الوان كتير، في الوان كتير داخله ببعض، لان مشاعري كلها داخله ببعض. اللي حصل لماما وسالي بعد كده، اللي حصل لماما وسالي، ماما قررت تدي مساحه شويه لسالي تخلص شويه حاجات علشان هي كمان يبقى عقلها رايق وهادي. وبعد كده راحت قالت لسالي بصي يا سالي، انا عارفه ان ساعات الكلام بيكون صعب، بس انا شايفاكي بتجرجري رجلك، ايدك تقيله، شايله الشنطه بالعافيه، وشك مش بيضحك ومنور زي كل يوم، وانا حابه اشاركك، انا حابه اعرف ايه اللي بيحصل لك. فسالي بدات تقول لها مشاكل في المدرسه. طيب شكل المشاكل دي ضايقتك قوي، انا شايفه انك فعلا شكلك متضايقه. فبدات تقول لها فعلا هو موقف بايخ جدا. فماما بتقول لها انتي بتتأثري بحاجات كتيرة وليكي حق، في حاجات بتحصل كل يوم ساعات بتأثر على مشاعرنا. سالي قالت لماما احنا النهاردة كنا بنلعب مع بعض، وبعد كده انا وقعت، ودينا بدل ما تمد ايديها تساعدني قعدت تضحك عليا، ضايقتها. ماما قالت لها دي فعلا حاجة تضايق قوي. كملت سالي وبدأت تقول لماما انا كمان اتضايقت من دينا وزعقت فيها، فاليوم كله باظ وحسيت ان انا متضايقة قوي من نفسي. هو عجباني الحكايه ديت، ان في النهايه
ماما وسالي قدروا يتواصلوا. سالي قدرت تعبر عن مشاعرها، وماما عجبني فيها ان هي بتسمع لسالي وساعدتها انها تسمي مشاعرها. في الحلقة دي اتعلمنا حاجات كتير حلوة قوي. اتعلمنا ازاي المشاعر موجودة، صعوبتنا في ان احنا نعرفها، خدنا حاجات تساعدنا ان احنا نتعرف عليها، وعرفنا هي فين في المخ. وعجبني قوي ان ماما ساعدت سالي ان هي تقدر تتعرف على مشاعرها. الاستراتيجي بتاعت النهاردة اسمها سميها وسيطر عليها. شكرا يا دكتورة منى. اهلا يا بروف جورج. Thank you. حلقة النهاردة أنا ومشاعري، اللي فيها تعلمنا إن المشاعر بتشكل جزء كبير في حياتنا، وهي حالة نفسية بتنشأ في الإنسان نتيجة مواقف أو تجارب بيمر بيها، وبتعبر عن استجابات داخلية تجاه أشخاص أو أحداث من حوله. الجزء المسؤول عن إدارة المشاعر هو الليمبيك سيستم، وده موجود في الجزء الأوسط من المخ، اللي بيربط الجذع الدماغي المسؤول عن الحواس، الحركة وردود الأفعال البدائية، مع القشرة الدماغية المسؤولة عن السلوك والقرارات والتفكير. علشان كده في حاجات كتيرة مسؤولة عن وعينا لمشاعرنا وقدرتنا للتعبير عنها. ولأن المشاعر بتلعب دور مهم في احتياجات الإنسان وكمان قدرته على التواصل وبناء العلاقات، الاستراتيجية النهاردة هي سميها وسيطر عليها. عايزين نتعلم إزاي نميز الخصائص لكل مشاعر، من إحساس أو أفكار، حركة جسد أو شكل الوش والملامح، علشان نساعد نفسنا وأولادنا إننا نفهم مشاعرنا ومشاعرهم، ودي هتؤدي لتحسين التواصل والاستفادة بالمشاعر.